السلام عليكم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنعمل مع بعض النهارده عرق التربيانكو. شايفين ما شاء الله شكله. وده الطريقة التقليدية اللي كلنا بنعمله. نعمل الصوص ونقدمه على وش اللحمة بالشكل ده. العرق اللي حطيناه في الفرن بالصوص. شايفين ما شاء الله شكله. شايفين ما شاء الله شكل اللحمة. الطريقة دي كده بتبقى دايبة في الصوص. شايفين ما شاء الله شكله. ونحط عليها من الصوص كده. شايفين ما شاء الله الصوص كله. نعمل مع بعض النهارده عرق التربيانكو. نعمله ويطلع اللحمه دايبه. شايفين ما شاء الله ذوبان اللحمه. شايفين ما شاء الله. وهنعمله ونقدمه بطريقتين. الطريقه التقليديه اللي بنعمل بيها على طول، ان احنا نعملها ونعمل الصوص ونقدمه على الوش وهندخله الفرن مع بعض. وهنعرف الطريقتين، والطريقتين احلى من بعض. هنعمل احلى لحمه بارده النهارده مع بعض. لو عندك عزومه او عيد ميلاد تشرفك فيها. وهنعمل معاه شويه رز بني. شايفين ما شاء الله شكل الرز. ونعرف ازاي يستوي معاكي ويطلع معاكي مظبوط كده. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس. وقبل ما نبدا وصفتنا نسمي الله ونصلي على شفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد. ودلوقتي عشان نعمل عرق التربيانكو احنا جايبينه بيجي معانا بالشكل ده كده. انا ما جايباه متلفش، هلفه معاكم. بسم الله كده. اول حاجه بتلفي الخيط الجاد وتربطيه، بتثبتي الخيط الاول. اول حاجه بنعملها في العرق ان احنا نلف كده. نلفه بكل سهوله وانت بتلفي بتزر بالشكل ده. وهنا كده بعد ما نخلص لفه بالشكل ده بنقوم جايين كده نلفه تاني بالشكل ده كده عشان يبقى ماسكين العرق كله كده. وهنا خلاص كده لفينا العرق وبقى جاهز معانا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. اهم حاجه وانت بتلفي تشيل. خلصنا كده ممكن تعملي هنا فتحات وتحطي توم وفلفل اسود، بس انا ما بفضلهاش. انا عملتها معاكم مره قبل كده بس انا ما بفضلهاش لانها بتخلي مفك معاكي، يعني بتيجي تقطعيها ما بتطلعش القطع على بعضها. انا معلقه من الثوم المهروس وعليها معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود. نيجي على العرق كله كده ونتبله كله بالشكل ده كده العرق، ونقلبه من كل الجوانب بالشكل ده. وكده بعد ما خلصنا وتبلنا العرق، انت ممكن تعملي قبلها بليله وتسيبي العرق في الثوم في الفلفل الاسود كده في التلاجة ليله كامله، وتاني يوم تطلعيه تسويه على طول. بس انا ما عنديش وقت فانا هحطه بس في التلاجة ساعه واحده ونرجع نسويه مع بعض. دلوقتي بعد ما تبلنا العرق وسيبناه في التلاجة حوالي ساعه، دلوقتي حطينا صينيه على النار او طاسه او بريل اي حاجه موجوده عندك، بس المهم تبقى واسعه عشان العرق. حطيت فيها 3 معالق كده كبار من الزيت، وهنزل بمكعب زبده كبير كده يسخن، وهننزل بالعرق كده زي ما احنا شايفين. نزلنا بالعرق ونسيبه لحد ما ياخد لون من اول، يعني مش هنقلب، ونخليه كده على ال4 جهات كل جهه ونقلب. اهم حاجه ان انت تنزليه والسمنه والزيت قدحين. خد معانا لون مع الاول جهه، نقلبه على الجهه الثانيه كده هنقلبه على كل الجهات لحد ما ياخد معانا لون، ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنا كده معانا العرق بعد ما خد لون من كل الجهات بالشكل ده. هننزل ب4 فصوص من الثوم. انا ما بحطهمش من الاول لان انا حطيتهم من الاول هيتحرق. وهننزل بالخضار، والخضار اللي معانا انا حطيت بصل وجزر وطماطم ورق لوري وحبهان وثوم. لو موجود زعتر او روزماري فريش حط. معلقه من الزبده ونشوح الخضار لحد ما ياخد معانا لون. دلوقتي بعد ما شوحنا الخضار خلاص بقى جاهز معانا ان احنا في حاله التسويه. بعد ما شوحناه وشوحنا الخضار، انت عندك اكتر من طريقه تسوي بيها. ان انت تحطي له ميه مغليه وتسيبيه يستوي على البوتاجاز، وممكن تحطي له كوبايتين من الميه يغلوا على البوتاجاز وتغطي عليه بورق زبده وورق سلفان وتدخليه الفرن. ممكن ان انت تحطيه في كيس حراري. احنا هنحط دلوقتي كوبايتين من الميه. بسم الله كده كوبايتين من الميه ونسيبهم يغلوا. وهنا كده بعد ما زودنا له كوبايتين من الميه وغلوا، هنسوي النهارده في الكيس الحراري. معانا العرق بعد ما حطيناه في الكيس الحراري زي ما قلنا ممكن تسويه في الصينيه التانية بس تغطي وشه، او تسويه على البوتاجاز بانك تزودي ميه وتسيبيه يستوي معاكي. 4 فتحات الكيس بالشكل ده. في الصينيه حوالي كوبايه من الميه السخنه، وهندخله الفرن على فرن سخن، وهسيبه في الفرن ساعتين. وبعد الساعتين هطفي واسيبه ساعتين تاني والفرن سخن، يعني اسيبه الفرن مقفول عليه يكمل سوا. نرجع نشوف. هنا كده معانا العرق بعد ما استوى، احطه في التلاجة ساعتين 3 وهرجع اقطعه ونقدمه مع بعض ان شاء الله ونعمل له الصوص، لان هو لحمه بارده فبيتقدم بارد. دلوقتي بعد ما خلصنا العرق وحطيناه ساعتين 3 في التلاجة،
عشان نقطعه. دلوقتي هنجهز الرز اللي هنقدمه معاه. حطينا ووك على النار، ويفضل ان هو يكون ألمونيوم. وهننزل ب3 معالق كبار من السكر. كوبايه الرز بتاخد معلقه من السكر، ونسيبها لحد ما تاخد لون. مش هنقلب الا لما الجوانب كده نلاقيها كلها خدت لون منه. وكده بعد ما خدت اللون هنبدا نقلب كده. احنا عاوزينه يتكرمل وياخد معانا اللون البني الغامق، عشان هنعمل معاه الرز البني اللي بيتقدم في المطاعم، مش الرز البني اللي بيتقدم مع السمك. ده حاجه وده حاجه. والرز ده انت ممكن تعمليه وتقدمي معاه كبد وقوانص او كبده بلدي اللي موجود عندك. وكده بعد ما السكر خد معانا اللون البني الغامق، بتخليكي بعيد عشان اللسعة منه تبقى صعبة. معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة من المرقة الفورية. استغني عنها لو موجود عندك شوربة، يعني ممكن بدل المية اللي احنا حطيناها تحطي شوربة. ومعانا هنا ورق لوري من القرفة. سيبهم يغلوا على النار وهنجهز الرز. هنا معانا في حلة حطينا 3 معالق كبار من الزيت. ننزل بالبصلايه وسط مقطعينها صغير، وهنقلب البصلايه لحد ما تاخد معانا اللون البني الفاتح. ممكن تستغني عن خطوه ان انت تعملي لها بصلايه وتغسلي الرز وتنزليه على طول في المرقه، بس دي بتطعم معاك الرز اكتر. يعني دي او دي اللي انت حابه تعمليه، بس هي دي بتطعم معاك الرز زي ما قلت. ودلوقتي بعد ما البصله خدت معانا اللون الذهبي الفاتح، ننزل بالرز. بسم الله. هنقلبه كده مع البصله الاول. ده انا غسلاه ومصفيه وما نقعتوش. انت اللي حابه تنقعيه. معايا رز بسمتي، او ممكن تستعملي رز مصري. الفرق بين الرز البسمتي والرز المصري مقدار الميه اللي هتحطيها له. مقدار الميه اللي هتحطيها للرز. الرز مع البصله. ننزل بالميه اللي احنا مكرملين لها السكر. بسم الله. دلوقتي هنحط الملح. مقدار الميه اللي انا حطاها، ده رز بسمتي بياخد من كوبايه ونص لكوبايتين. انا الرز اللي عندي دايما بظبطه بياخد كوبايه ونص، بتطلع معايا مظبوط. وكل نوع رز بيختلف، يعني نسيبه يتشرب، وبعد ما يتشرب نهدي عليه لحد ما يكمل سوا، ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنا كده معانا العرق بعد ما سيبناه ساعتين في التلاجة. بسم الله. وسوينا الرز. هنجهزه دلوقتي عشان نقدمه. هنقطع. هنشيل بس الخيط الاول كده، بيتشال معانا بكل سهوله. هنا كده بعد ما شيلنا الخيط هنقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله شكله. وزي ما قلنا انت ممكن تحشيه، زي ما قلنا انت ممكن تحطي الثوم والفلفل من جوه، بس ما بتيجي تقطعيه ما بيطلعش معاكي سليم بالشكل ده، لان طبعا انت بتبقى عامله فيه فتحات من هنا عشان تدخلي الثوم، فما بتظبطش معاكي نفس الشكل اللي بيظبط معاك كده وانت سايباه سليم. كده بعد ما قطعنا العرق، شايفين ما شاء الله شكل التقطيعه. وبتحاولي ترققيها كده على قد ما تقدري. شايفين ما شاء الله. كده خلاص العرق بقى جاهز معانا. هنجهز الصوص اللي هنعمله عليه. هنجهز الصوص اللي هنقدمه بيه. احنا معانا الخليط، احنا معانا الصوص اللي نازل منه، هنضربه في الخلاط وهنجهزه مع بعض. كده الصوص بعد ما ضربناه في الخلاط هنصفيه. وطبعا بتحشي منه الورق اللوري والحبهان الاول قبل ما تضربيه في الخلاط. دلوقتي عشان نعمل اول صوص حطينا معلقتين من الزيت ومعلقه من الزبده. ننزل بفلفل الوان. بسم الله. وكده بعد ما شوحنا الخضار ودبل معانا، هننزل بمعلقه من بودره الديمجلاس. هنقلبها كده مع الخضار بالشكل ده. ننزل بكوبايه من الشوربه. بسم الله. وكوبايه من الصوص اللي احنا عاملينه، وهننزل عليهم بحوالي كوبايه من كريمه الطهي. نقلب كل الخليط ده مع بعضه كده. ولو مش موجود كريمه طهي ممكن تستغنى عنها عادي. هنسيبه يغلي ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنا كده الصوص بقى جاهز معانا. هنحط نص الصوص في ارضيه الصينيه. حطينا نص الصوص بالشكل ده. هنجيب شرايح اللحمه ونحطها كده، هنرصها بنفس الشكل ده كده. شرايح اللحمه بالشكل ده. هنحط بقيه الصوص على الوش. كده بقت جاهزه معانا. ندخلها الفرن ونسيبها ربع ساعه بس، وهنجهز الصوص التاني اللي هنقدمه مع بقيه قطع اللحمه. دلوقتي هنعمل تاني الصوص اللي هنقدمه بيه. انت مش شرط تعملي الصوصين، ممكن تعملي صوص واحد اللي انت حباه، بس انا مديكي فكرتين عشان تعملي بالطريقه اللي انت حباها. هنا معلقتين من الزيت وعليهم معلقه من الزبده، وهننزل بمعلقتين من الدقيق. هنشوحهم مع الزيت والزبده كده. بعد ما شوحناهم هننزل بالخليط اللي احنا ضاربينه في الخلاط، ومعانا الصوص. وكده بعد ما قلبنا الصوص هنسيبه دقيقتين 3 على النار بس لحد ما يتقل، وكده يبقى جاهز معانا. معانا الرز بعد ما استوى. شايفين ما شاء الله شكله. وهنا كده معانا بقيه العرق اللي حطيناه في الفرن بالصوص. شايفين ما شاء الله شكله. ما شاء الله شكل اللحمه. الطريقه دي كده بتبقى دايبه في الصوص. شايفين ما شاء الله شكله. هنحط عليها من الصوص كده. شايفين ما شاء الله الصوص بالخضار.
وكده تبقى وصفتنا النهارده جاهزه. وشايفين ما شاء الله الرز، شايفين ما شاء الله وسواه مظبوط. وممكن تقدمي معاه مكسرات، لو متوفر عندك مكسرات تقدمي معاه مكسرات، تشوحيها في معلقه زبده او سمنه بلدي وتزوقي بيها الطبق، لو انت عاملاه في عزومه او في مناسبه عندك. اللحمه دايبه، شايفين ما شاء الله ذوبان اللحمه، شايفين ما شاء الله. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس. واتمنى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وتشيروه مع اصدقائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.